المسلمون الآن أغلبهم له أولويات في الحياة. منه مثلا أغلب الناس يفكر الآن في معيشته، في وظيفته، في زواجه، في تأمين معاشه إلى آخره. ولكن الحقيقة التي يجب أن نركز عليها هي إقامة دين الله في الأرض. فوالله إن المؤمن إذا لم يكن همه إقامة دين الله في الأرض وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض والدعوة إلى دين الله، فوالله بئست تلك الهمة التي لا تسمو التشمير عن ساعد الجد لنصرة هذا الدين بشتى الوسائل والأساليب. من هذه النصرة الجهاد في سبيل الله، نعم له شروطه وله ضوابطه وله أوقاته. وأقول لأهل غزة نعم أنتم الآن ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى من قبلكم. أقول اصبروا واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تتراجعوا عن موقفكم الذي بني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحذركم من التنازع ومن الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أحذر إخواني من التنازع والاختلاف، وأذكرهم بأن الله سبحانه وتعالى معهم مؤيدا ناصرا ومؤازرا سبحانه وتعالى. الله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم الإنسان في هذه الأيام يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا حقيقيا صادقا من قلبه حتى يفرج الله سبحانه وتعالى همه وحتى تنجلي هذه الكربة. وأقول لهم إن قتلاكم شهداء، فيا سعادة الشهيد ويا فوز الشهيد. فوالله إن كثيرا من السلف الصالح كانوا يتمنون الشهادة ولا يجدونها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني أحيا ثم أقتل، أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما علمه صلى الله عليه وسلم من كرامة الشهيد على الله سبحانه وتعالى. وأقول للأرامل صبرا، ولكم قدوة بزوجة عمار بن ياسر سمية رضي الله تعالى عنها، ولكم قدوة بالخنساء رضي الله تعالى عنها، ولكم أسوة بالسلف الصالح في صبرهم وتجلدهم. والحقيقة أني رأيت في الشاشات، تابعت بعض البرامج فيها والله ما يثلج الصدر من ثبات الأرامل حقيقة في غزة، ومن تجلدهم ومن صبرهم ومن